أكلة النهاردة بجد ما فيهاش هزار، محشي كرنب على أصوله ومعاه أجنحة فراخ بطعم خطير. نضفت الخضرة وغسلتها وفرمت الطماطم وجهزت الكرنباية على السلق زي ما انتم شايفين كده، ومعايا البصل. ويلا نبدأ على طول. أول حاجة عملتها حطيت المية وحطيت فيها معلقة سكر ومعلقة ملح وسبتها، ونزلت بورق الكرنب زي ما انتم شايفين كده يا دوبك ثواني وكان استوى. طلعته على طول على مية ساقعة علشان اوقف السوا بتاعه زي ما انتم شايفين كده. في الوقت دون كنت سلقت كمية الورق كله، وكنت بقى بقطع الورق زي ما انتم شايفين كده. قطعت الجزء اللي فوق وقطعت الورقة على 3 قطع. خلصنا ورق الكرنب، هنعمل بقى الصلصة على طول. حطيت البصل وبعدين نزلت عليه بالطماطم وحطيت ملح وبهارات، وبعد كده هديت عليه وسبته يستوي براحته زي ما انت شايفين كده. الصلصة جهزت، نزلت عليها بالرز على طول، وبسيب الرز على البوتاجاز، يعني بقلبه دلوقتي على البوتاجاز، عايزاه بس يدخل في السوا شوية. نزلت عليه بشوية ملح وبهارات، عبارة عن بهارات فراخ وبابريكا وشوية من الفلفل الأسود وكمون وكزبرة وشطة. تمام كده. كان خلاص الرز دخل في السوا، نزلت عليه بالخضرة على طول، كنت خرطتها وجهزتها ونزلت عليها اقلبها تقليبة، وبعد كده هطفي عليها. وكده كنت جهزت خلطة المحشي. تعالوا بقى نشوف هنحشي ازاي. حطيت في الأرضية بتاعة الحلة شوية من ورق الكرنب وشوية من عيدان الخضرة اللي انا حشتها منه. واهم حاجة في المحشي انك ترفعي صابع المحشي، ما تخلوهوش تخين، يعني شوية رز صغيرين وتلف الصابع يبقى شكله حلو ويطلع سوا مظبوط على طول. وكنت دلوقتي خلصت المحشي، وشوفوا بقى شكل الصوابع صغيرة وشكله يفتح النفس بجد. في الوقت ده وانا حطيت الحلة على البوتاجاز تسخن، وكنت بسخن شوية مية للمحشي علشان يستوي بسرعة. في بولة حطيت فيها 2 مرقة ومعلقتين صلصة ونزلت بالمية عليهم، وبعد كده قلبتهم كويس ونزلت على المحشي، والحلة سخنة كده على البوتاجاز زي ما انت شايفين كده. يعني حطيت القعد ونطق وغلي على طول، وبالمعلقة كده بحاول ان انا اعملها في الاحراف، وبعمل بردك من النص كده بنزلها لحد تحت كده، وبرفع حاجة بسيطة علشان يغلي بشكل كويس زي ما انت شايفين. اخر حاجة حطيت على الوش معلقتين زيت وسبته يستوي براحته، ما تعليش عليه. يعني ساعة ما يغلي كده ابتدي انك تهدي شوية بشوية اما يوصل للسوى المطلوب. دلوقتي المحشي كان استوى معايا زي ما انتم شايفين، وما شاء الله كان الورق زبدة ومن جوه كان الرز مفلفل، وما شاء الله كان زي العسل. انا سبته يتردد حوالي نص ساعة وطلع بالشكل اللي انتم شايفينه دوان. بس طول التسوية كنت بهدي عليه واحدة واحدة كده لحد ما نشف من المية بتاعته، وهديت عليه خالص بقى لحد ما اتردد وطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله الصوابع صغيرة، وشوفوا عاملة ازاي بجد، كان تحفة حاجة كده من الآخر. جربوا المحشي بالطريقة دي وقولوا لي رأيكم. ودلوقتي هنعمل مع بعض الأجنحة بطريقة حلوة جدا، هتحبوها بجد لو جربتوها. عندي بصل متقطع وحطيت عليه شوية ملح وشوية فلفل أسمر، وبعدين هدعكه في بعضه كويس، وهحط الأجنحة في الطبق، وبعد كده انزل عليه بالبصل واخلطه مع بعض كويس قوي. وبعد كده هسيب الأجنحة تتبل حوالي نص ساعة، وهنرجع ليها تاني وهنشوف هنعملها ازاي. كنت في الوقت ده جهزت البطاطس زي ما انتم شايفين، وكانت الأجنحة اتبلت معايا بشكل كويس. هنفضها من البصل زي ما انتم شايفين كده واحمرها في الزيت، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه فيها. انا في الوقت ده بحمرها بس مش بسويها، لانها لسه هتدخل الفرن هتستوي فيه. تمام كده. هنحمرها بشكل كويس وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. في الوقت ده كانت خلاص اتحمرت وكنت خلصت الكمية كلها. تعالوا بقى نشوف هنحطها في صينية ازاي وندخلها الفرن. عندي دلوقتي طماطمتين 2 زي ما انتم شايفين، فرمتهم كويس وحطيت عليهم معلقتين صلصة وشوية من الملح والبهارات. تمام كده. جبت صينية ونزلت فيها
البطاطس والبصل، وهقوم جاية فردها بشكل كويس وحاطة عليها الأجنحة زي ما انتوا شايفين كده. هرص الأجنحة على الوش، وبعد كده هنحط عصير الطماطم اللي احنا جهزناه وتبلناه. في الوقت ده كنت مسخنة الفرن، وبعد كده هغطيها كويس وادخلها في الفرن على درجة حرارة وسط لحد ما تستوي. ونزلت عليها في الاخر بمعلقتين زيت من اللي احنا حمرنا فيهم الفراخ. هي خدت سوا من 35 ل40 دقيقة في الفرن، وطلعت بالشكل الحلو ده. وده كان شكلها بعد السوا. شوفوا بقى الجمال، بجد تحفة. الأجنحة دايبة والبطاطس مستوية بشكل كويس والطعم رهيب. بتمنى تجربوها بالطريقة دي، بجد كانت أكلة حلوة جدا، وبتمنى تجربوها. ولو فيه أي سؤال ياريت تكتبولي وعرفوني رأيكم في كومنت. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. بتمنى من كل قلبي ان هو يكون نال رضاكم، وياريت ما تنسونيش بلايك وتعليق حلو من ايديكم الحلوة. ولو انت اول مرة تشوفيني خدي جولة في القناة، ولو عجبتك يسعدني ويشرفني وجودك معانا. مع السلامة.